بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ورزان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبارت بو كتابك وك داندرا وبخل إن شاء الله نشان كتابك مبادئ تدبر القرآن الكريم كردكي دبيت بنماكاني تيرامان لقرآن بيروز تأليفي دانري بريز دكتور عبد المحسن المطيري، الأستاذ بقسم التفسير والحديث بكلية الشريعة في جامعة الكويت، كأستاذ بريزة يعني خوا خيري بنوسي شتێکی زۆر چاچی کردووە هەستا ئەم کتابەی داناوە تەئەلیفی کردووە بۆ ئەوەی کەوا خەڵک مسلمانان بتوانن سوود ئینشاء الله لە مەسەلەی عەمەلیەی تەدەبور وەربگرن. جا کتابەکە بەپێی ئەو تەسەلسولێکەوە دانراوە لە مقدمە تاوەکو کۆتایی ئینشاء الله دەست پێ دەکەین و ڕاوەی دەکەین بۆ ئێوەی بەڕێز پشت و پەنا خودای پەروەردگار یارمەتیماندا ئینشاء الله و ئیخلاص و سەوابمان پێبەخشێ و تەنها ڕەزامەندی خوای گەورەمان مەبەست بێتن ئینشاء الله. خوای پەروەردگار یارمەتیمان بداتن، شەیطان هیچ بەشێکی نەبێتن لەو ڕاوە و لەو عەمەلەی کەوا دەیکەن و خالصا لوجه الله ئینشاء الله، و ببێتن بە زەخیرەیەکیش بۆ کردەوەی چاکەکانمان لە ڕۆژی دوایی. خوای گەورە لێمان وەربگریتن. مقدمەی کتابەکە دیارە: الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده. سوپاس بۆ پەروەردگار بۆ ئەو خودایی کەوا قورئانی دابەزاندووە بەسەر بەندەکەی خۆی کە چێ محەممەدە صلی الله عليه وسلم. بۆچی دایبەزاندووە بەڕێزان؟ ليكون للعالمين نذيرا، بۆ ئەوی محەممەد صلی الله عليه وسلم بۆ هەموو جیهانیان ببێتە ئاگادارکەرەوە. والصلاة والسلام على من جعله الله هاديا وبشيرا. وصلاة السلام رحمتي پەروەردگار و سەلامی پەروەردگار برژێتن بۆ ئەو کەسەی بەسەر ئەو کەسەی کە پەروەردگار کردوویتی بە ڕێنیشاندەر و هەروەها موژدەدەر، وسراجا منيرا، وهروها ڕوشنکەرەوەیەکی ڕووناکە، وعلى آله، وهروها بسر شوين كوت بسر آل محمد صلى الله عليه وسلم الطيبين كباكن، وصحبه الأكرمين، وهروها صحابي بريزش كبريزن، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهروها برجة بسر همو أوانش كوا شوين كوتوي أوانا بتساكا تاوكو روجي دواي. وبعد دواتر، فإن من أعظم النعم التي من الله تعالى بها علينا أمة الإسلام نعمة القرآن الكريم. لهرا تاككاني پەروەردگار نعمة بخشينكاني پەروەردگار كمنتي كردوا بسر أو أمتك أمي إسلاما نعمتي تبرزان قرآن بيروزا الذي به اصطفى هذه الأمة كبهوي أم پێبەخشینەی ناردنی ئەم قورئانە بۆ ئەم ئومەتەی اختیار کردو هەڵی بژاردووە. خوای گەورە لە سوورەی فاتر لە ئاەتی 32 دەفەرمێ: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. واتە ئێمە ئەو کتابەمان ناردووە بۆ چێ؟ الذين اصطفينا، ئەوانەی کە هەڵمان بژاردوون لە چێ؟ لە بەندەکانمان، کەواتە ئەو ئومەتە ئومەتێکی مستەفا، یعنی هەربژێردراوە، خودای پەروەردگار هەری بژاردوون. وهروها وبه شرف هذه الأمة، بم قرآنش كوا أم أمتي برز كردو زياتر شرافتي بيداوا. خواهي قورا لسورة أنبياء لآياتي دايا دفرمي: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. بتأكيد إما بو إيومان ناردو تخوار وكتابك لو كتابتي دايا ذكركم تدايا. ذكركم يعني شرفكم، يعني عزتكم، يعني سمعتكم، وفيه دينكم وشرعكم. هروكو لو كتبي تفسيرها هاتوا. أم قرآن عزتي تدا، شرفي تدا، سمعي أو أمتي تدا، قردستي بيو بقري دين وشرعي تدا بريزان. وهروها بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لفرموديه كإمامي طبراني وبيهقي وغيري وانا جرايتيانا وحديثكش صحيحة، فرموتي أبشيروا مجدتان ليبيتن،
فإن هذا القرآن طرفه بيد الله. أم قرآن لا يجب دستي پروردگار وطرفه بأيديكم ولا يجب دستي إيوه فتمسكوا به بيقرن خوي بيو بقرن فإنكم لن تهلكوا إيوه قد لناو ناتن ولن تضلوا بعده أبدا قد قمراش نابن لباشي بوي أقر سيري كين هر کاتێک ئێمە دەستمان گرت بە قورئانە خوای پەروەردیگار لە ناو دەچین نەگومڕاش دەبین پێچەوانەکەشی وەگرین بەڕێزان ئەوە بەرهەمەکەی پێچەوانە دەبیتن ئەگەر پشتی تێبکەین ئەوە بێگومان لە ناو دەچین و گومڕاش دەبین. فضمن الله سبحانه أن لا يضل المتمسك به أبدا. پەروەردیگار زامنی ئەوەی کردووە کەوا هەر کەسێک دەستی پێوە بگری قەت گومڕا نابێتن. والخيرية مرتبطة بهذا الكتاب العظيم وخيريتي أو أمتش كنتم خير أمة بتسي برزان أو كاتك بيوندار بدسجرتن من بم القرآن زي بزي كردني أم قرآن هروكو لو حديثي مشهور كهاتوا كإمامي بخاري جرايتوا بيغمبري خوا فرموتي خيركم من تعلم القرآن وعلمه ساكترين ترينتان أو كسانيه كوا خوي فيري قرآن دكاتو وخلشش فيري قرآن دكاتن وهروها بوتا كردني أمش بيغمبري خوا فرموتي لفرموديشتر كإمامي مسلم جرايتوا كتأكيد أم حديثي تعزى باسمان كرد كدا فرمي إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين خداي پروردگار گلانك سربرز دكا برزيان دكاتوا ريزيان زياتر لي دقري كدستيان بيوغرتوا ويضع به آخرين بلام قومانيكو كسانيكو گلانيك هن پروردگار دان دبزينيتن بأرزشيان دكاتن اواني كوا پشتيان لم قرآن كردوا. وهروها بروج دوايش برزان ويوم القيامة يشفع لقارئ القرآن حفظه وعمله به. هروها لروج دوايش لروج هستانا وروج قيامة قارئ القرآن أو كسيجا حفظي كدوا كاري بي كدوا شفاعتي بودكاتن تكاي بودكاتن لروج كاكا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لروج كاكوا هيتس كسيجني سرتخا هيتس كسيجني دستت بقريتن أم قرآن أجر أهلي قرآن بي صاحبي قرآن بي دي لوي شفاعة بودكا. وتأتي البقرة وآل عمران تحاجان عن أصحابهما. سوري بقرة سوري آل عمران هروكو لفرمودي إمامي مسلم هاتوا لرجي قياما يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به أوانيك وكاريان بيكردوا أمدو سورة دين شفاعة دكن محاجات دكن دفاع دكن لا لو كسيكا بأصحاب قرآنيان بأصحاب أمدو صورتيان لبرا وعمليان بيكردوا. وهروها أو كساني كأهل قرآنشن ويحرم الله تعالى أجساد أهل القرآن على النار. هروها أوانيك أهل قرآن پروردگار حرامي كردوا كوا آگري دوزخ لاشيان بسوتينيتن. هروكو لفرموديك إمام أحمد جرايتوا لو كان القرآن في إيهاب ما أكله النار. أجر هاتو القرآن لناو جلدك دابي لناو شتيك دابتن إيهاب يعني جلد ما أكلته النار أجر قد ناطواني بسوتيني لناو يباتن. ثم إذا دخل الجنة أدي أجر داخلي بهجد بو قيل له بيدا قتري اقرأ ورقة بخوينه برز بوا ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. شويني تول لتشين در برزان بهجد صد بليه پلەکانی تو لە شوێنەیە کەوا ڕادەوەستی لە شوێن دەڕاوەستای ئەوە ئاخیر شوێنی تووە لەو منزیلەی لەو شوێنێکەوە لە بەهەشت بۆ دان دراوە. جا بۆیە بەڕێزان چەند قورئان زیاتر بخوێنین چەند زیاتر عملی پێ بکەین چەند زیاتر لەبەری بکەین ئەوە پلەمان لە ڕۆژی قیامەت بەرزتر دەبیتن. إنها فضائل كثيرة لا تعد ولا تحد. فضائل گەلێک زۆرە چاکەی گەلێک زۆرە ئەم قورئانە نەدەژمێردرێ نەسنووری بۆ دادەندرێتن. لست بصدد حصرها. مؤلف دانر دفرمي من ناتوانم من كاري من أونية كوائس حصر بكم فضائل كيتسندا. لذا كانت حقوق القرآن على الأمة كثيرة. ما فكان قرآن لسر أمة قليك زورا. وبتتبع النصوص نجد أن الحقوق والواجبات التي تجب علينا تجاه هذا القرآن الكريم هي 5 في الجملة. أجر بيو بدواي نصكاني قرآن فرمودا بقرين دبينين ما فكاني قرآن وأرككاني قرآن لسر أمتا علينا لسر إيما برانبر بم كتابة كقرآن بيروزا هي 5 في الجملة. لجملة دا بينز يعني ببي تفصيل يكم يعني برزان يكم واجب
لسرمان الاستماع جيجرتن خواي پروردگار لسورة أعراف لآياتي 204 دفرمي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أجر قرآن خوين درا جيلي بقرن وبيدنجج بن بركو پروردگار رحمتان بيبكاتن كواتا يكم واجب برزان لسر أمتا أواني كخوان بأمي إسلام بأمي محمد صلى الله عليه وسلم دادنين دبي جوي بقرن استماع نك سماع جوازا سماع جي قرتنيشي هكذا بدون إرادة بلام استماع يعني جي بقري بإرادة خود هول بدي جي بقري تشي بقيت ويكم واجبي دوم التلاوة برزان بو دوم يعني تلاوة تو حتى جي نقري فرنابي بيخويني توا كواتا دوم خوين نويا خواهي قرر للسورة مزمل لآياتي بسادة فرمي فقرأوا ما تيسر من القرآن بخوين نوا أوان دي بيتان دكري للقرآن أو باسي شونيش دكاتن وقال هل سورة مزمل ده فرمي آياتك دور دريج ده فرمي فقرأوا ما تيسر منه ديسان دوباري دكاتو أوان دي بيتان دكري بيخوينن هروها للسورة النمل لآياتي نوتو يكو نوتو دو ده فرمي وأمرت أن أكون من المسلمين أو تآت لبو محمد صلى الله عليه وسلم ده فرمي فرمان بيكراوا كابب من المسلمانان وأن أتلو القرآن وهروها قرآنش بخوين موا هروها لسورة مزمل آياتي تسار ده فرمي ورتل القرآن ترتيلا برزان سبارت بترتيل ورتل يعني خوين نوي قرآن بيداني ما في طواو ببيتكان أو كوالا سرمانا لمسألة تجويدها بزانين وحق ما في خوي بيبدن هروها لسورة بقرة لآياتي سطو بستويكا خواهي قورد فرمي الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ابن عباس رزاي خواهي ليبين كبمفسيري قرآن وحبري أو أمتا ناويهات وبيغمري خواش دعاي بكرو دفرمي يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعه أو كسانا كوا قرآنيان بيدراوا بشويني دكون بدواي دكون وهروها ما في شوين كوتني خوي بيددن أولئك يؤمنون به أوانا كوا إيمانيان بيهيا كواتي كميان استماع بو دوميان التلاوة بو سيم واجب برزان الحفظ خواهي ورد السورة عنكبوت لآياتي سلونو دا فرمي بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أو تسن آياتك ما بس في القرآن لنا سين جدا الذين أوتوا العلم أواني كوا خاوني زانستن خاون علما كواتا أو كساني حفظ القرآن دا كان أوانا قرآن لنا سين جانا وبأهل علم جدادا درين بوية دفرمي فبين الله تعالى أن أهل الحفظ هم أهل العلم فالوردقار لم آتبوا أميرون كرتوا أهل حفظ أهل علم كواتا همو كاتك أهل حفظ ببينين دا بالرزن اللي بينين كوانا أهل علما ولا بالحفظ قرآن كش وفي هذا حث على الحفظ أوش هاندرا يعني تشجيع من دكا هان من دابو أيكا حفظ قرآن بكين بوي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لفرموديه كإمام أحمد إمام ترمذي دارمي غيري وانا جرايتي وكبيغمبري خواه فرموتي إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب أو كسيك القرآن لنا وسين دانيا أو كمالتي تيكتسوا خرابة بوي اتفق العلماء على وجوب حفظ ما تقوم به الصلاة زانيان كودنجن لسراوي أو كوان نويجي بي أنزام بدريك سورة بقرة ببورن سورة فاتحة واجبة بويا دبيها مو مسلمانك سورة فاتحة لبربيتن تاوكو بتواني بخواني لبروي سورة فاتحة ركنك لأركان الصلاة واتفقوا على أنه يجب أن يكون في الأمة من يحفظ القرآن وكودنجن لسراوي دبيلنا أو أمتا كسانك هبن كوا حافظي قرآن بن قرآن لبربن بويا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله لبيه كاتك بسياري لذكن آية طلبي قرآن يعني طلبي علم كاميان أفضل ترى هروك لا مجموع الفتاوى هات ولا بيه تفرمي وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما داوا كردني فير بو لبر كردني قرآن أولا بيشتري لويكوا لزور لو زانستانك كسانك بيان ضلن زانست ناويان لنا زانست زا أويك بيان ضلن زانست وهو إما باطل أو قليل النفع يعني أو تياهر باطلة هروكو مسألة لهندك زار باس دسيت سر فلسفة
أو جهتيك غير مقبولة، وعلمي كلام أو جهتيك غير مقبولة نك عموما، أو كباطليان قليل النفع يعني سودي كما. وهو هو حفظ القرآن أيضا مقدم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع. لبركردني قرآن لبيشتر لبو أو كساني كوادياني خوان شارزابكا لتسي لا علم الدين ذات أصول بيت عقيدة بي سو فروع كشرائع بيتن. فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات هروى مشروع لبو ما في أو كساني كسبارت بو أوقات أنا كأما جاي بيكردوا أن يبدأ بحفظ القرآن بدس بيبكا بحفظ قرآن لبركردني قرآن، فإنه أصل علوم الدين. لبروي حفظ القرآن أصلي همو زانستكاني دينا، لبروي هر زانستك برو سيرك همو لنا قرآن دا پروردگار باسي كردوا كواتوا واجبي سيم كحفظه. چوارم يان برزان كزور گرينگا و بابتا كي باش لسر اويا بيدا قتري التدبر تيرامان هاول بدين تيراب منين تيور ببينوا. پروردگار لسوري صاد لآياتي بيستنو دفرمي كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتابك كقرآن ناردو ما نتخوار بوتو أي محمد صلى الله عليه وسلم مبارك بيروزا ليتدبروا أو ليتدبروا آياته بو أو تدبر آيات كاني بكن تراب من الآيات كاني وليتذكر أولو الألباب وهروها بندو آمشقاري وربقرن بوشي بو كساني كخاوني لبا يعني خاوني عقلا جيرا. وهروها فجعل مقصد الإنزال التدبر كواتا قرآن برزان مبز لدا بزان دنيتيا تدبر ترامانا بيش مشتك. وقال تعالى لسوري نساء الآيات يشتهدوا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بو أوانا ترانا من القرآن أقرهاتو أم قرآن للان غير پروردگار بايا أو جاوازي زوريان تدا دبيني بو يكسيري دكن هيت جاوازي تدانيا لبر أولي للان پروردگار و دابازيوا. بو فعاتب الله تعالى على من لم يتدبر پروردگار قليدا كاتن لو كسانك لقرآن ترانا من تدبرنا كان. ولا يكون العتاب والتوبيخ على ترك مستحب هروكو دزانن سرزنش كردنو لو ما كردن لستر شتيك ناكدر كمستحبيتن شتيك اگر مستحبي حكمكي سرزنش ناكلي للشرع اغنيكي بويا كبروردگار لي سرزنش دكا واجبه بريزان. ثم أعاد هذا العتاب مرة أخرى في سورة محمد زاري ترجد سورة محمد پروردگار أم سرزنش كردنو لو ما كردن دوباره دكاتوا تفرمي لآتي بسوتسارة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أو أنا بوتي رامان ناكن القرآن ينقفل للذكاني عن دراوا واتاغد لكاني عن داخراوا بو يتفرمي وحكم على من لم يتدبر بأنه مقفل القلب أو كسي تدبروا ترامان القرآن ناكا ضلي داخراوا قفل ليدراوا خواهي قربمان بارزي لو كسانا نبيل. هروها دايك من عائشة وعن عائشة رضي الله عنها تفرمي أنه ذكر لها أن ناسا يقرؤون القرآن في الليل مرة أو مرتين. بو دايك من عائشة باسكرا كسانك هن قرآن دخوين نوى اللي شوت زارق يان زارت دوزر. فقالت فرموي أولئك قرأوا ولم يقرأوا أو أنا قرآن يخوين توا بلام ولم يقرأوا نيان خوين دي توا. كنت أقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة التمام شئتشن بتاويل قربي غنبري خوات دانش تبوم فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء. تفرمي محمد صلى الله عليه وسلم بيغنبر من لم شوا سورة بقرة سورة آل عمران سورة نساء خوين دوا فلا يمر بآية فيها هيت آيات نخوين دوا نيدا خوين دوا فيها تخوف أجد ترسي تدابا إلا دعا الله واستعاذ إلا دعاء دا كردو بناء دا قلب پروردگار لم ترسى. ولا يمر بآية فيها استبشار بهيت آيات اجتدا ندبري أجر هاتو مجدي تدابا إلا دعا الله ورغبا إلا داوي لپروردگار دكر خواهي پروردگار بي بداتن كواتا بريزان سفير دبين أو فير دبين قرآن لسر خوب خوانينوا تي بغين
مانایەکانی بزانین چییە. لە هەر شوێنێک کە دەگەینە ئاەتێک باسی عەذاب دەکا داوا لە پەروەردگار بکەین بمان پارێزیتن، و لە هەر شوێنێکی دەگەینە ئاەتێکەوە باز لە بەهەشت دەکا باز لە خۆشی دەکا داوا بکەین پەروەردگار پێمان بدە. بۆیە سەنعانی ڕەحمەتی خوای لێبی لە سبل السەلامە دەفەرمێ ئەم حەدیثە الحديث دليل على أنه ينبغي للقارئ في الصلاة بەڵگەیە لەسەر ئەوەی ئەو کەسێک لەناو نوێژە قورئان دەخوێنی تدبر ما يقرأ دەبی تێڕامان بکاتن لەوەی کە دەخوێنتەوە کە تو دەرێ الحمد لله رب العالمين سوپاس هەموو سوپاسێک بۆچێ بۆ پەروەردگار ئەو پەروەردگاری کە پەروەردگاری هەموو جیهانیانە مرۆڤ غەیری مرۆڤ حیوانات مسلمان غەیری مسلمان هەروەها وسؤال الله رحمته هەروەها داوا لە پەروەردگار بکە کە ڕەحمەتەکەی پێبەخشێن والاستعاذة من عذابه پەنا بە پەروەردگار بگریتن لە عذابی پەروەردگار. هەروەها قاضی عیاض کە یەکێکە لە فقهای مذهبی مالکی دەفەرمێ هذا كان قدر قراءته غالبا ئەوەی کە باسمان کرد سوورەی بەقەرە سوورەی ئالی عیمران سوورەی نەسا یعنی پێغەمبەری خوا ئەندازەی کە لە شەوی خوێندی بیتەوە ئەوە ئەندازەی خوێندنەوەکەیتی وأن تطويله الوارد أدي دريجيكي تسند محمد صلى الله عليه وسلم كوا كردوتي دفرم إنما كان في التدبر والترتيل لترامان بوا لتدبر بوا لجوان خنوا بوا بوا دبي مسلمانان ترامان بكنو بجوانيش بخينوا. الحسن البصري ككبار تابعين صالصة دي هجري وفاتي كردوا رحمتي خوای لێبی دفرمين إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم أواني بيش هوا ما بستي بيش بوا في صحابي بريز بوا سكو بخوي تابعي بوا تفرمي أوان وا قرآن يندبيني كوا أو ناميشي پروردگار بو أيوان هاتوا فكانوا يتدبرونها بالليل بالشو تيرا معنى تيدك الكاتك دا خوين دوا ويتفقدونها في النهار بروج بدواي دا دقران عمليان بيدكرت كواتا واجبی چارەم بەڕێزان تەدەبوڕە کە زۆر گرینگە مسلمانان ئەمڕۆ تێدا کەم تەرخەمن بۆی بگەڕێنەوە. پێنجەم واجب بەڕێزان العمل به والاحتكام إليه کار پێکردنیتی و حکم بۆ جێڕانەوەیتی یعنی هەر حکمێک لە نێوانماندا دروست بوو إلا بگەڕێن و بۆ قورئان ئەو حاکم بێ لە نێوانمان وهو ثمرة التدبر عمل پێکردن و حکم پێکردن ئەوە بەروبوومی ئەو تەدەبوڕەیە ئەو تێڕامانینەیە. پەروەردگار لە سوورەی ئەنعام لە ئاەتی 155 دەفەرمێ وهذا كتاب أنزلناه مبارك دیسان دەفەرمێ ئەوە کتابێکە ئێمە هەناردوومانەتەوە بۆ لای تۆ ئەی محەممەد مبارك پیرۆزە فاتبعوه بەدوای بکەون گوێڕالی بن فەرمایشتەکانی جێبەجێ بکەن نەهیەکانی لێ بە دوورکەونەوە واتقوا لعلكم ترحمون و سنوورش مەبەزێنن لەخوا بترسێن تاوەکو ڕەحمتان پێ بکاتن. لە سوورەی ئەعراف لە ئاەتی 3 دەفەرمێ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم مسلمانینا شوێن کەوتووی ئەوە بن کە بۆ ئێوە دابەزیوە لەلایەن پەروەردگارتان. لە سوورەی مائیدە لە ئاەتی 44 دەفەرمێ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ئەوانەی کە حکم ناکەن بە قورئان بۆی کە بەسەریان دابەزیوە کە قورئانە دەفەرمێ ئەوانە کافرن. لشوني تدفرمي أولئك هم الظالمون لشوني كدفرمي فأولئك هم الفاسقون. هروها لسورة مائدة لآياتي بنزا دفرمي أو فحكم الجاهلية يبغون أنا حكم الجاهلية عندي حكم بيج إسلامي عندي يعني حكم بوبكا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يعني أو منا عندك دفرمون اللي رم معناه إن فيش ده بخشتن يعني لا أحسن من الله هي حكما هيت حكمتي باشتر نية لغير خدا كوا هبيتن لقوم بقوم كوا يقينيان بها بيتو كاري بيبكن بو بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لفرموديكا تفرمي أتيت ليلة أسرية بي أو شويكا إسراي بيكرا پروردگار محمد صلى الله عليه وسلم تفرمي بلا قومك على قوم بقومك دارويشتم تقرض شفاهم بمقارض من نار ليوكانيان بمقص دبرا مقصكش لآقربو كلما قرضت وفت هركاتي كدبرا دهاتو زارش دروز دبوا فقلت يا جبريل من هذا وتم أي جبريل سلامي خواي ليبيتن أو أنا تشين قال خطباء أمتك
أوانا وتاربيجاني أمتي توان أي محمد صلى الله عليه وسلم شين أوانا الذين يقولون ما لا يفعلون أوانيك دخوين دلين بلام كاري بيناكن ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون كتابي خواي جورد دخوين بلام عملي بيناكن جاء فرموديا كإمام بيهقي لشعب الإيمان هنا يتيم حديث يجي صحيحة بريزان مسلمان يعني زور تهديدي تدا بتايبتي بو تاربيجاني أم أمتا بريزان زور جرينج أمره تاربيجاني أم أمتا غيري وانش أو قرآن كتو دخويني وعملي بيبكيت تنها خوينو نبيتن عمل بيكردن بيتن إذا تفرمي والواجبات الثلاثة الأولى أو سواز بي كم كاستماع التلاوة والحفظة دانر ضل أحسب أن الأمة قامت بها وايدا دنم كوا أمت إشي بيكردوا لمسألة جيجرتن وخوينوا ولا بركردن خير قيام زور بباشي جيبة زي كردوا لا سيما في هذا الزمن بتايبة لو زمنك إمتي داهن يكميان فالاستماع أو كواجبي يكمبو أصبح في أغلب الإذاعات لزور بإذاعة كان برو سيركا ليددرت بل جعلت للقرآن إذاعات متخصصة سندان إذاعة داندرا وتايبة من بس بو قرآن وأشرطة وأقراص مدمجة وشريط يعني شريطي كزهران شريطي أو يهبون إساكا وكو سي دي أو شتانة هي مدمجة كسي دي بيداغوتري وقنوات فضائية سندان كنالي فضائي هي بل أصبح الرجل يجد المصحف كاملا في هاتفه الجوال يعني سندان كسبونا هر موبايلي إما برو سيري كي دبيني قرآني تدا جا سماعا قراءة دتوانين وكو بشاندان سري بخينو دتوانين جيشي لي بغرين وأصبح أحدنا ما أراد سماع القرآن تيسر له ذلك بلا عناء حركاتك بيزور بأساني دتواني جي لي بغري يعني بيخوين توا والحمد لله. والواجب الثاني كتلاوة تحقق تحققا كبيرا بعد وجود المطابع فاجوي كمطابع بيدابون أوجه الحمد لله خلقان يكزور دتواني زور بأساني قرآن دز بكويتن وخصوصا مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف كواس صالنا الذي يطبع ملايين المصاحف كل عام بمليونان مصحف كوبي دكاتن طبع دكاتن مسلمان توزيع دكريتن سودي ليدبين حتى كاد المصحف يكون متوافرا في كل بيت يعني يجمع لجني إلا مصحف يتدا وفي كل مكان لهرشيني كابرو بقرة بأساني دزدكوي بل أسست جمعيات خيرية كثيرة متخصصة في طباعة المصحف وتندان دزقاي خير خوازي زور يعني لو أنا كتايبان بس بطباعي مصحف ولله الحمد سباس بو بارورديغار. والواجب الثالث واجب السيمش الحفظ تحقق جزء كبير منه أوشك بشيتش زوري تداد زي بذكرى وبعد فتح حلقات التحفيظ القرآني لباش أوي كواتندان حلقي لبركرني قرآن والجمعيات متخصصة في تحفيظ القرآن تندان برين دزقات تندان كومال يعني كوكو دزقا يعني وكو برين الرخراو جمعيات كوا دروس كلام تايبت مدن بحفظ القرآن بل أصبحت الحكومات تجعل إدارة خاصة في وزارة الأوقاف لتحفيظ القرآن والحمد لله بلقو هندق لو حكوماتانش كوا وزارة أوقاف يعني إدارية تايبت من ديان هي بو تحفيظ القرآن سباس بو پروردگار كوا توازبي يكم ودو مسيم زور بريكو بيتشي الحمد لله كراوا. وأما الواجب الرابع أو كوا بيت المقصد كأويا بلام واجبي شوارميان برزن التدبر رتبوا عليه درن زمكاني تدبر. وهو الواجب الخامس أدي واجبي بين زمشان العمل كوا كاربي كرنكيتو احتكام إليه تفرمي فما زلنا لم نوفي حقه تأكو إساج ما في تاومان بين داوا مع أنه هو المقصود الأعظم أو ما بستيهر قوري من هذه الواجبات لهر واجب كان إمام السيوطي دفرمي وتسن القراءة بالتدبر والتفهم سنة كقرآن دخوين دري بتدبر بترامان بتفهم تيجيشتن فهو المقصود الأعظم أو ما بستيهر قوريا والمطلوب الأهم أو الدعوة كراوي جرينجكيا وبه تنشرح الصدور وبهوي تدبر دلكان آرام دبن فراوان دبن وتستنير القلوب دلكان جروناك دبن برزان بتدبر. وهو الفرق بين صدر هذه الأمة وآخرها جوازي لنيوان جيلي صحابة رضا ورحمة إخوان لبي تابعين جيلي سلف وجيلي متأخرين دواي أوانا أو جوازيك يا أوان تدبر عمليا هبو كالجيل دواتر أوا كم ترخمي تكرا نما وإنه لفرق هائل
أو جیاوازیەکی زۆر گەورەیە. فعدم التدبر كواتا أجر ترامان نبي تدرس دبي برزان أفقدنا العلم علم لدزددين. وعدم الاتباع أدقر عملي بينك كوازبي بين زما أفقدنا العمل عملنا منية. وإننا لا ننتعش من هذه الكبوة إما لو كوسبا لو بربونويك إساتي كوتو ناتان زارشكا بجينوا إلا بس توانين زندو بينو برزان بالرجوع إلى فهم القرآن واتباعه بقرانا وبوتيجيشن القرآن واتباع كردني ولا نفلح حتى نؤمن ونعمل صالحات. وهروها سرفراز جناب سركوتو جناب تاوكو إيمان نهيني نوا وكاري تساقنكين. خواهي پروردگار لسوري أعراف لآياتي 157 فرمي فالذين آمنوا به أوانك إيمانيا بقرآن هنا وعزروه أي عظموه بقوريان زاني ونصاروه سريان خست واتبعوا نور الذي أنزل معه ودواي أورنا تشكوتون كالقل دابزيوا تفرمي أولئك هم المفلحون أوانا سركوتون بودبي بقرنوا بأم قرآن زاري شتر. فما عدد المؤسسات المتخصصة في التدبر بسيار دكا سن أمر دزقاي تايبت من هن للتدبرا أو بسيار أبو همومان سواء كانت خيرية أم حكومية أم خاصة زا أم دزقايانات خيري بن سو حكومي تايبت من بن. بل كم عدد المؤلفات التي كتبت في موضوع التدبر بسياري شتر سن دان راو مان هي سن كتاب مان هي كانوا سراو بيت لبابة التدبر. وأين هي دورات التدبر القرآني كوا خلكاني تدبر قرآن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا حسب دكي كزلوانا ما بيتن حسب دنجيني هني دكي لوشتانا كواها بيتن أو همي بسيارة. وهذه الواجبات تفسر لنا لماذا يرفع الله بهذا القرآن. أو واجباتنا تسبو إما تفسير دكا برزان بومان تفسير دكاتن بو خداي پروردگار قومانك بم قرآني برز كردوا ويضع به آخرين قومانك شي دابزاندوا سيري بيش خومان كين مسلمانا لتعزتك لتكرامتك لتشرفتك بون سيري سحالي خوش ما ممكن لتحالك كحالي شي ناخوش تاتي داجين اوان دستيان بقرآن قرتو عمليان بيكرد اما بشتمان تكرد بويا توشي ام حالة بونا. ويفسر لنا لماذا كان القرآن حجة لنا أو علينا. أو ما نبورن دكاتوا آية قرآن حجة دفاع من لدكاتن بشتمان دقري يعني حجة للسرمان شكايات من لدكاتن. فمن هنا أردت مؤلف دالة ويستم أن أضع لبنة حزم كرت خشتيك دابن في هذا المشروع لو مشروعي قوريكا لخدمة كتاب الله تعالى وخدمة كردني قرآني بيروس وتوجيه الناس إليه خرشش بأم مشروع بانك بكم وتذكيرهم به بيريام خمو زاري تشتر. فعلم تدبر القرآن من العلوم المهمة علم تدبر القرآن لعلوم هرقرينغا كان تحقيقا لأمر الله سبحانه بتدبره بو أويكا فرماني خواي قوربي هاتوا كواتبي ترامان تدا بكري وقياما بحق من حقوق القرآن علينا هربس ما فيك لو ما فانك للسر ما سابارد بقرآن زي بكن. وفي هذا البحث أردت القيام بالتأصيل لهذا العلم. تانر الدكتور عبد المحسن خوالي رازي بيتن هولي أوي دعوة كوا تأصيل أم علم بكاتن بناغيب ودابنتن كتأصيل السابقين في التأليف هروكو بيشنان تون بناغيان بو نسينا كان يندانا وحيث جعلوا لكل علم مبادئا سنبنمان بو داناوا هروكو لم دير الشعر هذا هاتوا كضلي إن مبادئ كل فن 10 بنماي هر فنك هر هنريك دانية الحد تعريفكي الموضوع بابتكي ثم الثمر بروبومكي نسبة أم علما بوتسجتيكا وفضله قوريكي والواضع شيدان ريبوا والاسم الاستمداد لسور جيراوا وحكم الشارعي حكم الشرعي تسبارد بمزانستا مسألة كان كبسيارة كان تيداها والبعض بالبعض اكتفى هندك بهندك كان كافينا ومن ضر الجميع هركسك هردا أو مبادئاني أو بنمان زيب كات حاز الشرف أو شرفك بدست هنا بو مؤلف داند فرمي. ومن هنا سأقسم البحث على هذه المبادئ 10 أو بحث يدا كما بين دا مبدأ الحد بناسكان الموضوع بابتكان الفضل قوري الثمرة بربوم النسبة دانا بالي أم علما بو زانستكان الواضع دانا ركي الاسم ناوكي الاستمداد لسور جيرا وحكم الشارع وديميان وكوتاي برسكان مسائل كان.
مع تقديم فيها وتأخير لو أنا هندق لبيش هندي شامبي ودمج بعضها في مبحث واحد هندق لقليش دمج ذكرية لباسيتشي يك بازدا ودفرمي وزده فصلا حول أسباب تدبر القرآن وموانعه فصل دومشي تايبت من كردو كوتاي هو كاركاني ترامان قرآن وريقريا كان سنة وانا كالريقرن ترامان نبيتن كواتا خطي بحثك وعليه ستكون خطة البحث على النحو التالي ببي أم الشوية كأدين إخواري باسدكن المقدمة وفيها أهمية البحث وسبب اختياره باز لقري نجيب بحثك وهوكاري هالبجاردني الفصل الأول مبادئ التدبر بينما كان ترامان المبحث هي كم المبحث الأول تعريف التدبر بناسي التدبر المبحث الثاني نسبة علم التدبر إلى العلوم وموضوعه يعني وموضوعه ونسبة داني علمي زانستي تدبر بو زانستكان وبابتكاني سيم يعني المبحث الثالث واضع علمي التدبر شيء دانا ركي المبحث الرابع حكم الشرع في التدبر حكم الشرع سياسة وارد بتدبرا المبحث الخامس فضل علم التدبر جرينجين فضل علم التدبر سيا المبحث السادس ثمرة التدبر المبحث السابع مسائل علم التدبر واستمداده برسكاني زانستي ترامان واستمداد يعني لسور جيراوة إنزا الفصل الثاني أسباب التدبر وموانعه هو كاركاني ترامان وريقريكان سين المبحث الأول الأسباب المعينة على التدبر هو كاركاني دياري كراون سبارد بالتدبر أوش كراو بدو مطلب دو باز المطلب الأول الأسباب المعنوية المطلب الثاني الأسباب الحسية المبحث الثاني موانع التدبر أوش كراو بدو باز دو مطلب المطلب الأول الموانع المعنوية المطلب الثاني الموانع الحسية الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث كالباسي كردوا بويدا فرمي ولا يخفى أن الكلام في أصول العلم من أشق المباحث خصوصا مع قلة المراجع إنسان أقربية ويقسب كاتن لا بن سيني زانستكان كزور قرصة بتايبتي أقر هاتو مراجع مصادر كم دس بكويه بيود فرمي وقد حاولت جاهدا أن أحصر ما كتب عن التدبر في القديم والحديث والاستفادة منه هولي أوم داو أو بيم ذكرين همو أوي كلا تلكون تل إستار سبارد للتدبر كتابي لسر نسراوا كوي بكم استفادة لي بكم وقد انتفعت جدا بإصدارات الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم من كتب ومنشورات وملتقيات ومؤتمرات هرو هذا فرمي زور سودم لا دركراو كان أو كتاباني كدركراو لدزجاي جهاني بو تراماني قرآني بيروس لكتابة كانيا لمنشورات كانيا لملتقى كان ولا مؤتمر كونغرا كانيا وجردت أغلبها ولخصتها وزدت عليها هموم جرد كرديا كوكرتوا زوريني وتلخيصم كردوا وزيادة شمل سر كردوا ورتبتها في هذا المبحث في هذا البحث لم بحث ترتيبا كردوا الذي بين يديك لبردستي إيمو برز جدبي إن شاء الله ولكن القصور مع الطبع البشري بلام دائما كم ترخمي وتبعي بشرة إمروفا وأسأل الله تعالى أن يمدنا بفضله داول بروردگار دكين كيارمتي مامداتن ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه ودواكن كوكردوكان ما خالص بلبو تنهار زمان دي بروردگار ويجعل ما كتبته نافعا لي وللمسلمين وأويك ونسيما ببيت السود بو خومو بو مسلمانان أوكا دكتور عبد المحسن المطيري لكويت نسيتي خواي پروردگار خيري بنوسيتن ليرة برزان كتاي بم حلقة دينين إن شاء الله درسي ده تجدسين سائر المبحث الأول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم